ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ريا رشد تعمل كروشيه. في الفيديو هنشتغل قاعدة شنطة مستطيلة حلوة قوي جميلة جدا. نشتغلها بخيط السلسلة، طبعا شايفين خيط السلسلة بيكون طري شوية مش زي المكرمية، وبإبرة 4. هخلي الشنطة ان شاء الله هتكون سميكة مش طرية كده. اول حاجة هنشتغل عقدة البداية زي ما شرحتها قبل كده. هتسحبيه كده، خلاص كده اتعملت عقدة البداية. هشتغل سلاسل 1 2 3 32 سلسلة، هخلصهم وارجع لكم. عملت السلاسل، بعد كده هسيب اول واحدة وهدخل في التانية وادخل واسحب الخيط واعمل حشو. في اللي بعدها حشو، هشتغل السطر كله ده حشو، هخلصه وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر واخر رزة معايا، هلف الشغل واخد سلسلة ارتفاع وهشتغل في الحرف اللي ورا برضو غرزة حشو، بس في الحرف اللي ورا من الغرزة. هخلص وارجع لكم تاني. خلصت السطر وهلف اشتغل غرزة حشو، سلسلة سوري ارتفاع، وبعدين هعمل حشو في الحرف اللي ورا. هدخل كده واسحب خيط يبقى على الابره اللي في وسط. اشتغل السطر كله ده حشو على الحرف اللي ورا وارجع لكم تاني. وصلت لاخر غرزة في السطر، اعملها حشو وبعدين هغير الشغل وهعمل الغرزة اللي هشتغل بيها سلسلة. هدخل هعمل في الحشو اول واحدة كده بدخل فيها الحرف اللي ورا، وهنزل عند اول غرزة عملتها في الحرف اللي ورا برضه، هسحب كده يبقى اتنين على الابره واسحب في الخيط كمان مرة، بدخل في الحرف اللي ورا، انزل هنا على السطر اللي اعمله كده، بدخل اسحب كده، بدخل هنا اشتغل السطر كله ده بالطريقة دي. انا عايزة اشرح لكم احنا اشتغلنا هنا، شايفين الخط ده بتاع السطر اللي قبله، بدخل هنا وهنا وبسحب خيط كده، شايفين هوريكم الغرزة، بدخل هنا كده بدخل في تحتها بسحب الخيط كده كده اهو، يبقى اتنين على الابره، الف واطلع من اتنين. الغرزه دي هتخلي لنا القاعده زي ما شرحت لك في الاول انها سميكه مش طريه كده، هتكون متماسكه، متحتاجيش تحطي فيها شبكه او اي حاجه علشان تمسك الشنطه. هخلص القاعده كلها وارجع لكم تاني. كده خلصنا المقاس اللي انا عايزاه. لو حابه اكبر من كده ممكن تكبري، لو عايزه الطول يكون اطول من كده، بس انا شايفه ان دي كيوت وحلوه قوي، يعني تنفع كروس او اي حاجه. تشتغلي بعد كده غرز حشو في الغرزه كلها، دايره مدور هشتغل فيها غرز حشو كده، حشو بدخل كده واسحب، اشتغل واطلع من الاتنين، هشتغل كلها حشو حشو وارجع لكم تاني. وخلصت وصلت لحد اخر زاوية معايا، بشتغل 2 غرزة حشو عند كل زاوية، بشتغل 2 غرزة حشو، واحاول الاقي هنا اماكن ادخل فيها اعمل حشو، بس لازم عدد الغرز في الناحية دي هنا تكون نفسها هي هنا، تعدي عدد الغرز عشان يكون الشكل مظبوط، ما يبقاش ناحية أكبر وناحية أصغر، لازم عدد الغرز. فأنا عديت عدد الغرز وأشتغل نفس الغرز من هنا. بتحاولي أي تدخل، طبعا هنا بتكون السلاسل مش واضحة لأن دي الأسطر، فأنت بتحاولي تدخلي السطر، بتحاولي تلاقي أماكن تدخلي فيها تعملي غرزة الحشو بتنسيق معين. هاجي هنا عند الزاوية وهشتغل 2 حشو عشان اقفل الزاوية كده. لسه طبعا هكمل كل ده حشو حشو، وقفلت السطر هنا. خليكم معايا كملوا وارجع. اجي هنا عند نهاية السطر بشتغل حشو، واحدة حشو، تانية حشو، وهقفل في اول غرزة عملتها هنا كده. ممكن تقفلي كده منزلقة وادي القاعدة،
وممكن تبدأيه على طول بعد غرز الحشو، تبدأيه دوران كده بغرزة معينة، نص عمود حشو، اي غرزة شنطة تحبي تعمليها. في غرز كتيرة قوي 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 ممكن تعمليها في الشنطة. لو حابين غرزة معينة اكتبولي في التعليقات وهعملها لكم. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو مش مشتركة في القناة اشترك في القناة عشان يجيلك مني ويوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.